ولكل المنظمين صراحه للبطوله، الحمد لله رب العالمين. اهني طبعا رئيس النادي واهني جميع الجماهير نادي العربي، واهني صراحه من قام على هذه البطوله بالنسخه الاولى. دائما ما تطلع النسخه الاولى نقول لها طابع خاص، بمعنى ان مولوده هذه البطوله حديثه، فنقول ان نجاح البطوله في اول نسخه او اول ظهور من ناحيه الشكل، الحضور الجماهيري، من شكل التنظيم، من شكل الافتتاح، من شكل الاداء في ارضيه الملعب، التعامل بشكل جدا راقي بين اللاعبين لمصلحه المباراه على حساب التحكيم. يعني لو تلاحظ اللعيبه مركزه في المباراه اكثر من التحكيم، رغم ان جاءت حالات، لكن حالات طبيعيه بوسط الفار. مبارك للنادي العربي الروح القتاليه صراحه، اللي لو تلاحظ انه في الشوط الاول وخاصه يعني كان يلعب فني بشكل كبير، لكن مرات تتنازل انت عن الامور الفنيه، تدخل الحماس على حساب الفنيه، وهذا ما شفناه في الوقت الاضافي ل 11 دقيقه، الا نشوف في قتاليه، نشوف في رغبه انك تحصد هذه البطوله. فنقول للجميع صراحه مبروك هذا الانجاز، فخر صراحه الكره القطريه ان نادي العربي يحصد اول نسخه قطريه اماراتيه، وهذا احد اللاعبين المؤثرين نعم في العربي نعم وفريق العربي من خلال هذه المواجهه ومشواره السابق كذلك. كابتن احمد، اليوم تحدثنا قبل المباراه عن خبره كوزمن، في المقابل الخبره البسيطه للكابتن يونس علي، لكن الخبره البسيطه بالنسبه للكابتن يونس علي تفوقت خلال 90 دقيقه، ومن خلال هذه 90 دقيقه توج العربي بلقب جديد مع هذا المدرب الوطني القطري الذي أعاد التاريخ لأصحابه، لنادي التاريخ للعربي الذي لطالما حقق الكؤوس والألقاب هناك في قطر. بداية أخوي محمد، مبارك لنادي العربي هذا الفوز المستحق وعن جدارة أمانة. وكلمة السر في هذا الانتصار تقدر تقول يونس علي أمانة، بين أنه بالفعل قاري وحافظ تكتيك الشارجة بتمعن، وهذا ما لاحظناه وما شفناه من أول دقيقة في المباراة. شفنا التفوق الفني الواضح ليونس علي على كوزمن، شفنا كيف قدر يتفوق عليه من خلال مجريات المباراة، وكذلك من خلال التدخلات اللي حصلت خاصة في الشوط الثاني. لما أنت تشوف كوزمن يدخل تيغالي ويدخل خالد باوزير ويدخل لك خالد الضنحاني عشان يعمل الكروسات، يسحب علاء الدين حسن ويدخل لاعب يقول له خلاص اوقف هناك صوب خالد الضنحاني، خربت انت تكتيك كوزمن. فوق هذا فجأة نشوف مدخل ارون، ليش؟ عشان يزيد في عملية الافتكاك في وسط الملعب. لعبة الشطرنج كانت حاضرة بين المدربين خاصة في الشوط الثاني. لا، شفنا حرب تكتيكية فنية في الشوط الثاني صراحة. ألف مبروك لهذا المدرب الوطني، لهذا المدرب الشاب، وقادر انه يروح بعيد في ظل هذا الفكر الفني اللي عنده. لا، يستحق، ومبارك لهم هذا الفوز. واعتقد ان الصورة هذه تتحدث عن مدى العلاقة الكبيرة من هذه الجماهير تجاه هذا النادي. رايد أنا أبغى أتحدث عن هذه العلاقة. اليوم مدرج العربي فيه جماهير شابة، وهذا الفريق لم يحقق بطولات طوال 30 سنة، مبتعد عن بطولة الكاس، بطولة الدوري كذلك مبتعد. يعني شو السر بالنسبة لهذه العلاقة، لهذه الجماهير التي نشأت على حب العربي والتواجد ودعمه في كل مكان؟ عشان كذا يلقب بنادي الشعب، بحكم ان في ارتباط لكل منطقة صراحة. لابد انه يكون، او احنا نقولها بشكل عام، لكل بيت لابد انه في عرباوي داخل هذا البيت. فالحمد لله رب العالمين، ترابط ليس فقط مع البطولات، احنا في كيان انت عايش معاه بشكل هي لانك انت مبتعد فتره طويله وتشاهد اطفال موجودين. نعم، هذه هي. يعني هناك في رغبه من الجماهير، ليس بس ابحث عن البطولات وانتمي الى البطولات، ليس الى الكيان. فهذا اللي صاير، إن لا، انا ابحث مع الكيان. واللقطه مع الكابتن يونس هذه معبره بين علاقه المدرب يعني باللاعبين. خلينا نختصر ان الكابتن يونس منقب اثار فريق عندها الحقبه من البطولات من 30 سنه، كان يحتاج الى خبير اثار يطلع لك هذا الفريق ويرجعه الى منصه التتويج. فهذا اللي حصل مع الكابتن يونس. مبارك له طبعا الفوز، مبارك له صراحه رجعت شخصيه نادي العربي الى ارضيه الملعب. ليس تقليلا في الشارجه ابدا، الشارجه في الامتار الاخيره قاب قوسين انه يتعادل وانه يخطف. نعم، ما اعطى لنا الشارجه
قيمته الفنيه العاليه، لكن احنا نقول الكابتن يونس رجع الى العربي الى منصات التتويج. لما يرجع فريق اصلا متعود على هذا المركز فليس بغريب انه يستمر في هذا المكان. ليس نقول كانها عوده فريق فقط لظاهره وثم يرجع لهذا. نعم في الموسم كدوري ما حقق المطلوب بالنسبه له وتراجع. لو تتكلم الفريق خامس بالنسبه للدوري، لكن يحسب له اليوم، يحسب له انه هو يحقق بطوله. يعني هذا دليل لو تلاحظ وامام فريق متمرس مثل طبعا الشارقه في لا في لو تلاحظ انت يعني الكؤوس. في البطوله نفسها تتكلم عن فريقين هم خامس في الدوري، يعني دلالة هناك انعكاس في الدوريين ان هناك في فرق كبيره هم قاعد تنافس على الدوري، لان الفريقين هذا من الكبار صراحه لم يوفقوا في هذا الموسم، لكن هم قريبين دائما من البطولات. فنبارك كابتن يوسف، نبارك لرئيس النادي الشيخ تميم، ونبارك ايضا لكل اعضاء نادي العربي، ونبارك ايضا لمنظمين هذه البطوله نجاحها خلينا نقول الشوط الاول، لان بكره في شوط ثاني صحيح بدرع ثاني وجماليه وراح تستكمل باذن الله. ما في فنقول شك. الكابتن يونس صراحه بامانه اليوم انا شاطر اخوي الكابتن احمد فعلا اليوم ليس فقط لانه هو الخبره اللي ما تصنع لك الفوارق، لا هو التعايش مع ارضيه الملعب في المباراه. وقراءة الخصم طبعاً والعديد طبعاً من الامور ونجاح اللاعبين في تطبيق طبعاً الافكار يعني بالنسبه للمدرب. طبعاً كثيره هي طبعاً العوامل طبعاً اللي ساعدت العربي اليوم. لكن ماذا عن الشارقه كابتن احمد اللي الشوط الثاني خاصه في اخر الدقائق شاهدنا الشارقه يلعب للهجوم، يلعب للامام؟ ليش ما حضر هذا الشارقه منذ بدايه المواجهه؟ ليش كان التحضير اني انا انتظر الخصم وبعدها انا العب على التحولات؟ ليش ما اخذ كوزمان زمام المبادره؟ الكؤوس التي احتضنها الشارقه الموسم الماضي ادارت ظهرها هذا الموسم. بالفعل صحيح. اليوم يعتمد الوضع اللي شفناه في المباراة على تكتيك الخصم وأسلوب الخصم اللي أمامك. اليوم فريق العربي اعتمد على خط دفاع متوسط يصل لثلث وسط الملعب، البحث عن افتكاك الكرة من عمق الوسط عن طريق أحمد فتحي، عن طريق فيراتي، عن طريق أرون. وهذه بين قوسين تقدر تتكلم عنها الهدف اللي تسجل على الشارجة. لو تعيد معاي الهدف راح نشرح لك وكيف صارت الثغرات والفراغات في دفاع الشارجة. كذلك البحث عن سرعة التحول اللي عن طريق مساكني، عن طريق علاء الدين حسن، عن طريق عمر السومة. وبالتالي هناك في عمل فني. بالمقابل كوزمان يعني حاول انه يتدخل وحاول انه يتدارك الوضع، ولكن لم يسعف الوقت. كثر مثل ما قلت لك انا، اي تغيير يعمله كوزمان تلاقي اي فعل، تلاقي هناك رده فعل من يونس علي، وبالتالي تفوق عليه صراحه يعني كليا. وشوف اخوي محمد، هناك خليك من الامور التكتيكيه وخليك من الاساليب الفنيه اللي احنا نتكلم عنها. هناك مبدا ثابت في كره القدم. هذه لقطه الهدف. هذه لقطه الهدف. شوف معي، الشارجه كانت عند الكره